سؤال بيجيلي كتير في المحاضرات بتاعتي من ناس بتكون هم اصلا اصحاب بيزنس او لسه هيبدأوا في البيزنس بتاعهم، وبيكونوا بيسألوني هو انا ايه المطلوب مني اعمله عشان البيزنس بتاعي ينجح واضمن ان انا اكون حد اونر بيزنس ناجح. ودايما بيفكروا ما بين ان هو يكون عنده بادجت ومعاه فلوس، او ما بين ان هو يكون عنده ميزة تنافسية او فكرة مشروع جديدة ومترعة. ولكن في الحقيقة هو مش كل ده اللي بيضمن ان انت تكون اونر بيزنس ناجح. عشان تكون اونر بيزنس ناجح وعشان البيزنس بتاعك ينجح لازم تكون دارس وعندك ثقافة، ولازم تكون فاهم ولو جزء بسيط من الاربع حاجات دول: الادارة، المبيعات، خدمة العملاء، والتسويق. هتقولي طب وانا ليه افهم كل ده؟ ما انا هيكون عندي تيم ومعايا موظفين، او هتعاقد مع شركة، او هيكون في حد مسؤول عن الحاجات دي. هقولك ان حتى لو انت عندك حد مسؤول عن ده، فمهم ان انت تكون فاهم عشان تقدر تعرف الراجل ده بيضحك عليك ولا بيقولك الصح. الشخص ده هل هو فعلا شخص مؤهل ان ياخد منك التاسك ده، ولا هو حد مش مؤهل؟ انا كبتاع ماركتنج لما بتعامل مع حد صاحب بيزنس بيفهم في الماركتنج برتاح اكتر بكتير. هتقولي اتعلم ازاي؟ هقولك خد كورسات، اتفرج على النت واليوتيوب والسوشيال ميديا مليانة، انزل روح ورك شوب، اقرا كتب. المهم ان انت يكون عندك ثقافة تسويقية مهمة جدا عشان تنجح.